السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا شباب. بتمنى إنه الجميع يكون بصحة جيدة. طبعا اليوم راح تكون محاضرتنا بعنوان إنشاء حساب على البنك الإلكتروني بيبال. طبعا هذا عنوان محاضرة اليوم اللي هو إنشاء حساب على البنك الإلكتروني بيبال. طبعا يا شباب، وربط البطاقة البنكية على الحساب الإلكتروني بيبال. احنا تناولنا في المحاضرة السابقة اللي كانت في مقر الشركة اللي هي كيفية فتح حساب بنكي، كيفية استخراج بطاقة بنكية. طبعا الفيديو مسجل على المجموعة للشباب اللي ما تمكنوا انهم يحضروا اول لقاء، بيقدروا يشوفوا الفيديو اللي مسجل على المجموعة رقم 84. بيقدروا يتعرفوا على اول شغلة نبذة مختصرة او تعريف عن استراتيجية الدروب شيبينج للتجارة الإلكترونية. بيتمكنوا أيضا من التعرف على الحسابات البنكية اللي من خلالها بيقدروا يستخرجوا البطاقة. اللي احنا قلنا فيه عندنا نوعين من البطاقات صالحة لشغلنا، اللي هي بطاقة الفيزا ديبت، بطاقة الفيزا كاش كارد. طبعا هذا الكلام كله مسجل في لقاء المحاضرة السابقة. طبعا يا شباب أنا بذكركم إنه المحاضرات هي محاضرات مبنية على بعضها البعض، محاضرات تراكمية، بمعنى إنه لازم تحضر أول لقاءات، لازم تتبعها، لازم تمشي معها خطوة بخطوة. لأنه يا شباب في بداية العمل بتكون في أزمة ثقة ما بين الحسابات الجديدة وما بين هاي المنصات الدولية، هاي المنصات العالمية. فإحنا بدنا نجسر أزمة الثقة في بداية العمل من خلال اتباع الخطوات السليمة والخطوات الصحيحة. لأنه هاي المواقع يا شباب لو حست بخطر من ناحيتك لن تتوانى في إنها تقوم بإغلاق حسابك. في هاي الحالة راح تروح لحسابات تانية وراح تروح في دوامة انت في غنى عنها. طبعا يا شباب احنا محاضرة اليوم هي مبنية على المحاضرة السابقة. محاضرة اليوم راح نتعرف فيها على كيفية انشاء حساب على البنك الالكتروني الدولي بيبال. طبعا يا شباب هذا الحساب راح نتلقى عليه مدفوعاتنا المالية، بمعنى انه لما نبدأ ندرج منتجات على متجرنا الالكتروني، المدفوعات اللي راح نتلقاها من الزباين راح نتلقاها على حساب البيبال. طبعا يا شباب هذا حساب دولي مقره الرئيسي في دولة سويسرا. طبعا يا شباب حساب البيبال بتقدروا تقولوا انه اغلب دول اوروبا وامريكا بتتعامل في الشراء من المتاجر الإلكترونية من خلال حساب البيبال. فعشان هيك احنا راح نختار لهم هاي الوسيلة عشان نسهل عليهم انهم يشتروا منا منتجاتنا. ولكن يا شباب بيبال في عنده مشكلة بسيطة مع غزة. بيبال بيعتبر انه منطقة غزة هي منطقة نزاعات، وبالتالي ما بيسمح انك انت تسجل على بيبال وتحط العنوان او الانفورميشن ادرس تبعك وتكتب فيه كلمة غزة. هيك انت هتكون في مشكلة كبيرة. فعشان هيك احنا في عنا آلية او في عنا مخرج لهذا الامر، انه احنا ما راح نوضح له عند انشاء الحساب انه احنا موجودين في غزة. طبعا يا شباب ايباي سوري البيبال ما في عنده مشكلة انك تفتح حساب عليه وانك تشتغل طول ما انت بتشتغل بطريقة صحيحة. وراح تكون الامور ان شاء الله تسير في اتجاه جيد. طبعا يا شباب كثير من الطلاب بيسألوني انه مدام بيبال في له مشاكل مع غزة وبيعتبر غزة منطقة نزاعات، ليش ما نشوف وسيلة او طريقة تانية نتلقى عليها مدفوعاتنا غير حساب البيبال؟ طبعا يا شباب هذا الامر كثير صعب، لانه في عنا اسباب انه احنا هنفتح حسابات على بيبال ونعتبر بيبال هي الوسيلة الأساسية لتلقي المدفوعات. من ضمن هاي الأسباب انه اول سبب زي ما حكينا انه معظم سكان اوروبا
سكان الولايات المتحدة الأمريكية عندهم حسابات بيبال بتفتح لهم حسابات مجانية وما بيكون في عليها عمولات. فعشان هيك الأجانب اللي هم فئة الزباين اللي راح يشتروا من متاجرنا، دول أوروبا وأمريكا، الدول الثانية زي الدول العربية، دول أفريقيا، من الصعب انهم يا شباب يتسوقوا الكترونيا. فعشان هيك احنا بدنا نريح هاي الفئة ونختار لهم فئة مناسبة لهم عشان يشتروا منتجاتنا من خلالها. طبعا هذا احد الاسباب. كذلك من اسباب حصرية بيبال انه بيبال بيوفر لنا اقصى درجات الامان من الهاكر والهاكينج والقرصنة والاختراقات المالية. لانه يا شباب باختصار البيبال بيحجب بيانات البطاقة تبعتنا، ما بيظهرها للزبائن، فقط الايميل اللي انت بتكون مسجل فيه على بيبال هو اللي راح يظهر للزبون، ما راح تظهر اي معلومات لبطاقتك. وبالتالي هذا بيوفر لك اقصى درجات الحماية. كذلك يا شباب البيبال بيوفر لنا فواتير معتمدة ورسمية ومعترف فيها من كافة الدول ومن كافة الأطر المعنية، إنه لو واجهت أي مشكلة أو حتى نزاع أثناء عملي في مجال التجارة الإلكترونية مع أحد الزبائن، واحتجت إني أثبت إني شحنت منتج أو إني تلقيت مدفوعة من خلال فواتير البيبال، فهلاقي هاي الفواتير بالنسبة إلي يعني ذخر بقدر أتعامل فيها. كذلك محليا لو حد طلبنا انه بناء على ايش بتتلقى هاي المدفوعات او ليش بتصلك هاي الارصده على حسابك البنكي، فانت بكل بساطه راح تطبع او تعتمد على فواتير بيبال، لانه بيبال بيوفر فاتوره مفصله لكل شغلك على المنصات هاي. كذلك يا شباب هذه كلها أسباب أنا بعتبرها فرعية، ولكن السبب الرئيسي لحصرية حسابات البيبال اللي احنا راح نفتحها وراح نتلقى مدفوعاتنا المالية عليها، انه في علاقة قوية ما بين بيبال وما بين متجر ايباي. طبعا متجر ايباي يا شباب اللي احنا هنفتح عليه الستور تبعنا او اللي احنا هنعرض عليه منتجاتنا. فهاي العلاقة القوية بتمهد لك الطريق انك تعرض منتجات على ايباي، لانه باختصار طول ما انت معتمد بيبال وسيلة تلقي مدفوعات ما راح تقدر تروح يمين او شمال، او ما راح تقدر تتنصل من التزاماتك في شحن او شراء المنتجات للزبائن، لانه بكل بساطة ايباي من خلال رسالة او من خلال اشارة على بنك بيبال راح تحجز على كل اموالك. كذلك يا شباب في بداية العمل احنا قلنا اموالك بتكون بالهولد. طبعا اللي بيدي تعليمات للبيبال انه تنحط اموالك في الهولد هو متجر ايباي، وبالتالي احنا بنقول عشان تقدر تشتغل على منصة ايباي لازم تدخل إلها من مدخل الحساب البنكي الالكتروني بيبال. طبعا هذه مقدمة مختصرة يا شباب عن أهمية البنك الإلكتروني بيبال. خلينا طبعا نروح ونشوف آلية فتح حساب على البنك الإلكتروني بيبال. طبعا يا شباب احنا هنروح على المتصفح تبعنا وهنفوت على بيبال. .com. طبعا هذا الفيديو يا شباب راح يضله مسجل على الجروب عندنا، هذا الفيديو راح يضله مسجل على الجروب عندنا، تقدر ترجع له في اي وقت وتطبق مع هذا الفيديو خطوة بخطوة. طبعا يا شباب هي الواجهة الرئيسية تبعت بيبال. طبعا هذه الواجهة بتم تغييرها باستمرار، كل ما تفوت ممكن تلاقي واجهة جديدة او واجهة مختلفة، ولكن يا شباب القوائم قوائم ثابتة. احنا بدنا نبدأ ننشئ حساب على البيبال. في عندنا هنا لوجن او ساين اب. طبعا لوجن لو انت في عندك حساب مسجل وبدك تفوت عليه هتفوت عليه من لوجن، ولكن انت اذا بدك تنشئ حساب جديد هتروح على ساين اب. طبعا احنا هنروح على ساين اب عشان ننشئ حساب جديد على البنك الالكتروني بيبال. طبعا هنا يا شباب بيطلب منا ان نوضح هل حسابنا اللي احنا بدنا نفتحه بيرسونال اكاونت او بزنس اكاونت. طبعا احنا هنفتح حساب بيرسونال اكاونت، ولكن بدي اياكم تنتبهوا للدولة اللي موجودة هنا. شباب انتبهوا لهذه الخطوة، لانه بيبال ما في حاجة اسمها تغيير دولة.
بمعنى إذا أنت أكملت التسجيل والدولة هنا الولايات المتحدة، ما راح تقدر وتغير الدولة، وراح يتم إقفال حسابك عند ربط البطاقة البنكية في حساب البيبال. فعشان هيك من هاي الصفحة يا شباب، من الصفحة الثانية بدي أضغط على العلم وأروح على الدولة إسرائيل. طبعا للأسف ما في دولة فلسطين، مش موجودة، ولكن موجودة إسرائيل. هي هنا أختار دولة إسرائيل يا شباب. طبعا زي ما انتم شايفين الصفحة عندي اتغيرت. هرجع تاني واختار البيرسونال اكاونت او الحساب الشخصي، اضغط على كونتينيو. طبعا هنا بيطلب مني ادخال رقم الجوال تبعي. هدخل له الرقم تبعي زي ما بدخل الرقم بالضبط على الواتساب. ادخل له اي رقم. بعد ما نتأكد من الرقم هنضغط على نيكست. طبعا هنا بيطلب منا انه احنا ندخل له الكود. طبعا الكود بيتم ارساله على الجوال. الان وصل الكود عندي على الجوال. كود مكون من 6 ارقام يا شباب من البيبال. هدخل له الكود اللي وصلني على الجوال. طبعا لازم ادخل الكود يا شباب بشكل صحيح عشان يتم اكمال التسجيل. طبعا هنا بيبدأ يطلب مني معلومات وبيانات عني. هنا في البداية بيطلب مني الايميل ادرس او اللي هو عنوان الايميل تبعي. طبعا يا شباب يفضل انك تحط ايميل واضح، ما يكون في ارقام او يكون في اختصارات او يكون يعني منفر، لانه يا شباب الايميل هذا هو هيكون القارمة تبعتك او الايقونة تبعتك اللي الزبون راح يدفع لك من خلالها. بمعنى انه لما يجي الزبون يشتري منك المنتج راح يدفع لك على الايميل اللي انت الحين هتحطه، هو هيكون ظاهر للزبون. فعشان هيك انا بفضل تكتب الايميل بنفس اسمك اللي بدك تسجل فيه على بيبال. طبعا انا هنا عملت ايميل بس عشان نسجل عليه. محمد 0599. طبعا يا شباب الايميل هذا سواء كان هوت ميل او جيميل او ياهو او اوتلوك ما راح تكون في اي مشكلة، ولكن احنا قلنا بنفضل انه يكون الايميل واضح وما في اي مشاكل. تأكد هو الايميل كتبناه صح. تمام. طبعا هنا بيطلب منك انك تسجل اسمك الاول واسمك العائلة او اسم العائلة، وهنا تحط الباسورد، وهنا تكرر الباسورد عشان يتأكد من انه هذا الباسورد صحيح. طبعا يا شباب انا هكتب الاسم تبعي نفس ما هو مكتوب في الوثيقة اللي بدي اوثق فيها على بيبال. طبعا يا شباب بيبال بيسمح لنا نوثق من خلال 3 انواع من الوثائق، اللي هي بطاقة الهوية او الباسبورت هو جواز السفر او رخصة القيادة. ولكن يا شباب ابعد عن بطاقة الهوية، وثق او اختار وسيلة التوثيق تبعتك يا اما جواز السفر يا اما رخصة القيادة. ليش يا شباب؟ لانه في جواز السفر ورخصة القيادة العنوان تبعك بيكون مش واضح بدرجة كبيرة، او مش مكتوب العنوان او تفاصيل العنوان مش مكتوبة في رخصة القيادة وفي جواز السفر. ولكن في بطاقة الهوية العنوان هيكون كتير واضح، وبالتالي راح يسبب لنا مشاكل وراح يعرف ببال انه احنا موجودين في غزة. فعشان هيك
بدك تختار الوثيقة تبعتك، يا إما رخصة القيادة، طبعا رخصة القيادة العادية الموجودة عندنا، أو جواز السفر. فبالتالي كيف اسمك مكتوب في الوثيقة بدك تكتبه هنا. يعني كانت الحروف كابيتال لتر اكتبها كابيتال لتر، كانت سمول لتر اكتبها سمول لتر. في النهاية بدك تكتب الاسم الأول والاسم الأخير زي ما هو مكتوب في جواز السفر أو في رخصة القيادة. نكتب له اسم. طبعا أنا بحط بيانات وهمية بغرض اني اوصل طبعا الفكره لإلكم. طبعا هنا بيطلب منا نحط باسورد لحساب البيبال. طبعا يا شباب الباسورد لازم يكون قوي، اذا ما كان قوي ما راح يقبله وراح يغلبك وينشف ريقك. الباسورد عشان يقبله من اول مره لازم يكون، او لازم تكون محتوياته حروف كبيره وحروف صغيره وارقام ورموز، حروف كبيره وحروف صغيره وارقام ورموز. واحفظ يا شباب الباسورد هذا والايميل في ملف مفكره وحطه على سطح المكتب عشان ما تنساه، لانك يا شباب لو نسيته هيكون من الصعب انك تعمل استرجاع لحسابك وهيكون عندك مشاكل، خصوصا لو انت نسيت كلمة المرور في الدخول لأول مرة على حساب البيبال. فعشان هيك افضل اشي انك تحفظ بياناتك في مفكرة او في مستند نصي او تصورها على الجوال، المهم او تكتبها على ورقة وقلم، المهم تحفظها بشكل انه ما تنساها. طبعا هنا هنحط باسورد وزي ما اتفقنا هتكون حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز عشان يقبلها من أول مرة. وهنكرر كلمة السر. هنا قلنا اكتبها مرة ثانية. طبعا يا شباب جاب لي هنا صح وجاب لي هنا صح، بمعنى انه كلمة السر متطابقة وانه كلمة السر مقبولة لدى بيبال. هضغط هنا على الصح على stay logged وهقول له هنا next. طبعا هنا بيطلب منك انك تحط تاريخ الميلاد. طبعا تاريخ الميلاد زي ما هو مكتوب في الوثيقة عندك اللي احنا اتفقنا، يا اما تكون جواز سفر يا اما رخصة قيادة. طب واحد يقول لي فيش عندي جواز سفر، بقول لك ممكن تستعين بجواز سفر. تمام تمام ماشي، بنوضح ان شاء الله كل كلمة انجليزية بنحكيها. طيب يا شباب طبعا هنا بيطلب منا نحط تاريخ الميلاد date of birth. تحط تاريخ الميلاد تبعك زي ما هو مكتوب في الوثيقة تبعتنا اللي احنا اتفقنا، يا اما هتكون جواز سفر يا اما هتكون رخصة قيادة. طبعا اذا انت ما توفرت عندك هاي الوثيقة ممكن تستعين بجواز سفر لاخ او اخت لك او والدك او والدتك، شخص قريب، ولكن بدك تحط بياناته هو، يعني تحط اسمه هو وتحط تاريخ ميلاده هو، مش بياناتك انت. طبعا هنحط هنا تاريخ الميلاد مثلا تمام. طبعا هنا بيطلب منا انك تحط الناشوناليتي او الجنسية. طبعا يا شباب هنا موجودة عندنا الجنسية الفلسطينية، لو دورت على الجنسية الفلسطينية راح تلاقيها موجودة هنا. هي هنا عندنا الجنسية الفلسطينية، بمعنى انه هو بيعتمد الدولة اسرائيل ولكن الجنسية ترك لنا المجال انه احنا نختار الجنسية الفلسطينية. طبعا يا شباب هنا بيطلب منا نختار الوثيقة تبعتنا. طبعا لو ضغطت هنا على السهم هتلاقي فيه 3 خيارات. اول خيار اللي هو الدرايفر او رخصة القيادة، وهنا الناشونال اي دي اللي هو البطاقة القومية او بطاقة الهوية، وهنا في عندنا الباسبورت نمبر
اللي هو رقم جواز السفر أو تختار جواز السفر. فاحنا اتفقنا يا هتختار رخصة القيادة يا إما هتختار جواز السفر. بطاقة الهوية الناشونال اي دي ما بفضل انك تختارها، لانه في النهاية لو بيبال طلب منك وثيقة او صورة الوثيقة تبعتك ما راح تقدر تعمل له ارسال لصورة الهوية، لانه العنوان فيها يكون واضح كتير انك انت موجود في غزة، وهذا هيسبب لك مشاكل ممكن تؤدي الى اغلاق حسابك على البيبال. فبفضل طبعا انك تروح لرخصة القيادة او جواز السفر. طبعا كثير من الطلاب بيسألوني متى البيبال بيطلب منا صورة الوثيقة. طبعا يا شباب الآن في التسجيل أنا بأدخل بيانات فقط، ولكن في لحظة من اللحظات ممكن بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3، بعد سنة، ما في ميعاد معين، ممكن يا شباب تلاقي بيبال بعت لك إشعار على الجرس وبيقول لك تفضل ابعت لي صورة الوثيقة تبعتك اللي أنت سجلت فيها. فعشان هيك بدك تكون أنت مجهز الوثيقة تبعتك، وطبعا تكون سارية المفعول ما تكون منتهية. خلينا هنا نختار رخصة القيادة ونحط له رقم. أي رقم وهمي يا شباب. طبعا هنا بيطلب منا معلومات سكن، بيطلب منا معلومات السكن، الشارع والمدينة والزيب كود. طبعا يا شباب احنا اتفقنا ما بدنا نحط له بيانات من غزة، فأفضل طريقة إنه إحنا نحط عنوان مقبول على البيبال إن إحنا نروح على جوجل ماب اللي هي بتعرض لنا خرائط. جوجل ماب إسرائيل هي موجودة هنا، جوجل ماب إسرائيل يا شباب، ونختار له عنوان من خريطة جوجل ماب. طبعا إحنا بدنا نروح لخريطة العناوين فيها ظاهرة باللغة الإنجليزية. يا شباب لو كانت عندك الخريطة العناوين فيها ظاهرة باللغة العربية، من هنا وبتروح على اللانجوج وبتغير اللغة وبتختار اللغة الإنجليزية، لأنه في النهاية إحنا تسجيل بيانات كله بيكون باللغة الإنجليزية. طيب يا شباب الآن أنت في عندك خيارين لتسجيل العنوان، يا إما بتأخذ عنوان من داخل غزة، وين نكتب له هنا غزة، يا إما بتأخذ عنوان من داخل غزة بس ما بتكون واضحة في كلمة غزة، يا إما بتأخذ عنوان من مناطق 48. إحنا اتفقنا كلمة غزة بدنا نبعد عنها لأنه واضحة لدى بيبال، فممكن نأخذ عنوان ثاني. يعني ممكن نختار كلمة جباليا، نعتبرها مدينة يا شباب لإلنا، نكتبها في العنوان، أو بيت لاهيا، عطاطرة، مناطق هي موجودة في الجوجل ماب. هذه بنقدر ناخذها عنوان، بمعنى إنه أنا ممكن آخذ عنوان من داخل غزة ولكن ما يكون ظاهر فيه كلمة غزة ولا شوارع غزة المعروفة زي شارع الرمال وشارع الجلاء. بمعنى إنه أنا ممكن أحط السيتي جباليا أو أحط السيتي بيت لاهيا، بيت حنون. ممكن أنزل هنا، إيش في مناطق تانية هنا، زيتون، الرمال قلنا بدنا نبعد عنها. طبعا هاي في شوارع هنا زي شارع صلاح الدين، شارع الرشيد. هذه طريقة ثانية ممكن آخذ عنوان يا شباب من مناطق الداخل، يعني ممكن أروح على مناطق 48 مثلا، ممكن نروح على القدس. بس يا شباب ما بدي اياكم كلكم تسجلوا بعنوان واحد، ما بدي اياكم كلكم تسجلوا بعنوان واحد، كل واحد يسجل بعنوان مختلف. طبعا ممكن نحط العنوان القدس، نشوف يا شباب ايش في عندنا عناوين. طبعا لو ضغطنا على القدس هاي مناطق القدس موجودة عندنا. طبعا هنا في شوارع، لو نزلت انت بالخريطة اكثر في عندك هنا شوارع، ممكن تاخذ شارع من مدينة القدس. ايش في شوارع عندنا؟ هاي طبعا هنا في شوارع، هذا الشارع الزيتون استي ستريت، والمدينة جيروزالم. طبعا هي هيك عنوان أنا عندي جاهز. طبعا هاخد العنوان
جيروزاليم احطه في السيتي في المدينة. كذلك في المور ادرس ديتيلز احط جيروزاليم مرة اخرى، والشارع اللي هو طلعناه من هنا بالضبط زي ما هو مكتوب عندي هنا، A شحطة زد اي زي ما هو مكتوب بالضبط. نرجع ثاني للخريطة TUN T. طبعا كلمة ستريت ضرورية. طبعا بالنسبة للزايب كود كيف بدنا نجيبه؟ هناخد كلمة جيروزاليم ننسخها، نيجي على المتصفح هنا عشان نطلع البوستال كود تبع القدس، ونكتب جيروزاليم زايب كود عشان نطلع البوستال كود. طبعا هنا في عنا اكثر من بوستال كود، هنختار واحد منهم. طبعا ونحطه هنا. هيك يا شباب صار عندنا عنوان جاهز. سجلت العنوان اللي هي من مناطق ال48، السيتي والمور ادرس جيروزاليم والزايب كود طلعته بالطريقه اللي انتم شفتوها من خلال متصفح جوجل. كذلك يا شباب انا بقدر اخذ عنوان من داخل غزه، بقدر اخذ عنوان من داخل غزه، بس زي ما حكيت لكم ما تكون كلمه غزه واضحه، ما بكتب غزة على الإطلاق. لو كتبت غزة يا شباب حسابي بيتم إغلاقه. ممكن آخذ جباليا، أخذها كسيتي كمدينة، تمام. باخذ جباليا يا شباب، بكتب هنا جباليا وهنا جباليا، والزايب كود بكتبه 00972. أي واحد بياخذ عنوان داخلي من غزة بيحط الزايب كود او البوستال كود 00972. اذا اخذت عنوان من ال 48 من الداخل من خلال متصفح الكروم بتكتب اسم المدينه اللي اخترتها زايب كود، وبطلع لك رقم الزايب كود لهاي المدينه. بتختار اي رقم منهم وبتحطه هنا، وبتكمل طبعا عمليه التسجيل. هنا بتصادق على صحه البيانات، بتقول له agree and open account. طبعا هنا يا شباب انا فتحت حسابي وهيك الامور تمام. هيك انا انشأت حساب على البيبال. طبعا هضغط هنا، او يا شباب انا ما بدي ادخل البطاقة الان، ما بدي ادخل البطاقة الان. هيك حسابي صار على البيبال جاهز. لو البطاقة تبعتي موجودة بضغط على get started وبأدخل بيانات البطاقة. ولكن إذا البطاقة عندي لسه مش موجودة، خلاص يا شباب أنا هيك أنشأت حساب عندي على البيبال وبقدر أفوت عليه. سكرت طبعا أنا الصفحة. لو رحت على البيبال دوت كوم مرة ثانية، طبعا يا شباب هي حسابي صار جاهز، حساب البيبال. اول شغله بيطلبها مني انه اعمل كونفيرم للايميل او تاكيد للايميل اللي انا ادخلته على البيبال. فهضغط على كونفيرم يور ايميل عشان انا اعمل تفعيل للايميل تبعي. هضغط على كونفيرم يور ايميل، هنا هقول له سند ايميل. طبعا هنا بيحكي لي انه تم ارسال رابط التفعيل على الايميل تبعك. هرجع على الايميل يا شباب. طبعا زي ما انتم شايفين هي وصلتني رساله من بيبال، من سيرفيس بيبال دوت كوم. افوت عليها، رساله بترحب فيا. هذه اول شغله رساله الترحيب، لاني فتحت حساب على بيبال بترحب فيا. وطبعا
هي الكود هنا بكون موجود، بليز كونفيرم يور ايميل. الرسالة الثانية اللي وصلتني، لو نزلت في الرسالة في الأسفل في هنا اللي هو الأيقونة الزرقاء المكتوب عليها كونفيرم ماي ايميل ادرس، لازم أضغط عليها عشان أفعل الإيميل تبعي على حساب البيبال. هضغط على كونفيرم ايميل ادرس. طبعا هنا هيطلب مني إدخال كلمة السر تبعت البيبال اللي أنا أنشأت الحساب فيها، وبدي أتأكد يا شباب إني أنا بكتب كلمة السر بشكل صحيح، لأنه ما بدنا أخطاء في أول عملية دخول على البيبال. وهضغط على كونفيرم ايميل ادرس عشان أنشط أو أفعل حسابي. تمام. طبعا هنا بيطلب مني إدخال بيانات البطاقة تبعتي، البطاقة البنكية. طبعا يا شباب إذا البطاقة موجودة معك بتدخل البيانات فيها الرقم المكون من 16 رقم اللي موجود على واجهة البطاقة الرئيسية، الرقم أو تاريخ انتهاء البطاقة بتدخله هنا برضو موجود على واجهة البطاقة الرئيسية، الكود أو الرقم الثلاثي السري اللي هو بسموه CVV أو CTV، الرقم الثلاثي السري. طبعا الرقم الثلاثي السري موجود على ظهر البطاقة من الخلف، يعني لو جينا هنا على صورة البطاقة هيا شباب الرقم الثلاثي السري بكون موجود على ظهر البطاقة من الخلف، بتدخل له إياه. ولكن يا شباب إذا البطاقة عندي لسه مش موجودة أو لسه أنا ما استخرجت البطاقة من البنك، هقول له هنا not now go to my account عشان يوديني على الحساب تبعي. طبعا يا شباب كلمة confirm your email اختفت من عندي من هنا لاني انا فعلت الايميل تبعي. طبعا يا شباب حساب البيبال هيك شكله بكون من الداخل. طيب الان ما هو وضع حساب البيبال بدون بطاقة بنكية؟ حساب البيبال يا شباب بدون البطاقة البنكية زيه زي قلته ما في منه اي فائدة، لازم اربط فيه البطاقة البنكية اللي هي أنا راح أستخرجها من بنك فلسطين عشان أقدر أرسل أموال وأستقبل أموال على حساب البيبال. بمعنى إنه هيك ماشي أنا فتحت حساب بيبال ولكن لازم أربط فيه البطاقة البنكية. طيب يا شباب اتوفرت عندي البطاقة البنكية اللي احنا اتفقنا إنه تكون عملتها دولار، واتفقنا إنه يكون فيها رصيد 10 دولار 20 دولار عشان أقدر أكمل عملية الربط. لأنه يا شباب أول ما أربط البطاقة في حساب البيبال، حساب البيبال بده يتأكد من إنه هاي البطاقة أكتف أو هاي البطاقة نشطة، هاي البطاقة فعالة، فبيعمل عملية خصم 1 دولار من البطاقة وبرجع لك إياها بعد 48 ساعة، بياخذ منك بالسالب وبرجع لك إياها بعد 48 ساعة بالموجب، بياخذ منك 1 دولار. طب ليش بيعمل هاي الحركة؟ وبالمناسبة بيعملها مرتين، مرة عند ربط البطاقة ومرة عند تنشيط البطاقة، بياخذ منك دولار وبيرجع لك اياه بعد 48 ساعه، لانه في العمليه هذه بتاكد انه بطاقتك البنكيه مش بطاقه فيك او مش بطاقه مزيفه، هي بطاقه حقيقيه وبالتالي بتم اعتمادها على حساب البيبال. طيب يا شباب الان انا اتوفرت لدي البطاقه البنكيه وبدي اقوم بعمليه ربط هاي البطاقه في حساب البيبال. اطلعوا هنا ايش في عندي، لينك اكارد، اربط البطاقه. تمام. ولو رحت على الوالت على المحفظة برضو هلاقي لينك اكارد، هيها موجودة هنا، لينك كريدت كارد، لينك اكارد اور بانك، يعني وين ما تروح هتلاقي كلمة لينك اكارد موجودة قدامك. بمعنى بتقدر تربط البطاقة بالضغط على هاي القائمة او بالضغط على هاي القائمة او من خلال الصفحة الرئيسية لحساب البيبال تضغط على لينك اكارد عشان تربط البطاقة تبعتك. طبعا يا شباب احنا قلنا ربط البطاقة هو امر في غاية الاهمية ولازم تربط البطاقة البنكية اللي بدك تطلعها من بنك فلسطين. طبعا خلينا نشوف لو ضغطنا على لينك اكارد، طبعا هنا بقول لك انت بدك تعمل ربط للبطاقة او لحسابك البنكي. طبعا احنا هنا هنعمل لينك فقط للبطاقة، ما لنا علاقة في الحساب البنكي، لانه لو عملنا ربط للحساب البنكي بكل بساطة بيبان راح يعرف انه احنا
بنشتغل من قطاع غزة، وبالتالي ممكن يقود أو ممكن يغلق حسابنا. لأنه البطاقة يا شباب، بطاقة الفيزا هي بطاقة دولية، فإحنا فقط هنعتمد على ربط البطاقة في حساب البيبال، وبالتالي راح نتلقى المدفوعات أو الأموال اللي تصل على البيبال، راح نعمل لها عملية تحويل على البطاقة البنكية، وبالتالي من الصراف هنقدر نتلقى اللي هي أرباحنا من شغلنا في التجارة الإلكترونية. طبعا هضغط على لينك كريدت كارد. هنا هيقول لي ادخل رقم البطاقة. طبعا يا شباب رقم البطاقة اللي هو مكون من 16 رقم اللي بيكون موجود على واجهة البطاقة الرئيسية، فيش أي رقم غيره على البطاقة، مكون من 16 رقم إلا هذا الرقم. طبعا أنت أول ما تدخل الرقم لحالها هنا الكارت تايب أو نوع البطاقة راح تتحول لكلمة فيزا، راح طبعا من خلال الرقم يتعرف إنه هذه بطاقة فيزا، وراح يتم تحديد الخيار هذا على فيزا. طبعا هنا تدخل تاريخ انتهاء البطاقة اللي موجود برضو على واجهة البطاقة الرئيسية، اللي بيكون مكون من خانتين فقط، اللي هم المانث واليير، الشهر والسنة، موجود برضو على واجهة البطاقة الرئيسية. وهنا تحط له السيكريت كود اللي احنا حكينا عنه، اللي هو بسموه الCVV، اللي موجود يا شباب على ظهر البطاقة من الخلف. الثلاث ارقام هذولا هما الرقم الثلاثي السري اللي بسموه الCVV اللي موجود على ظهر البطاقة من الخلف. طبعا هنا هقول له لينك اكارد. في هاي الحالة يا شباب اذا البطاقة فيها رصيد وعملتها دولار والبطاقة فعالة، راح تصلني رسالة على الجوال انه تم خصم $1. طبعا الخصم هذا لصالح بيبال، الخصم هذا راح يرجع تاني يتم رده على البطاقة بعد 48 ساعة عشان البيبال يتأكد من انه هاي البطاقة نشطة وفعالة. طب يا شباب الان احنا فتحنا حساب بيبال وربطنا في البطاقة البنكية. ايش بضل عندنا الخطوة الثالثة والأخيرة عشان ننهي موضوع البيبال وننهي موضوع تفعيل البطاقة؟ الآن أنا عملت لينك للكريدت كارد، الخطوة اللي وراها بدي أعمل كونفيرم للكريدت كارد، زي بالضبط يا شباب ما عملت كونفيرم للإيميل بدي أعمل كونفيرم للكريدت كارد. طيب بعد يا شباب ما خلصت من موضوع اللي هي ربط البطاقة ورجعت طبعا على الصفحة الرئيسية تبعت بيبال والبطاقة تم ربطها والأمور تمام 100% وما في عندي أي مشاكل، هروح على الوالت على المحفظة، هلاقي البطاقة يا شباب عندي هنا موجودة. طبعا هنا في الحساب هذا فتحناه جديد وما في أي بطاقة، ولكن يا شباب أول ما تربط البطاقة عندك راح تظهر عندك زي ما انتم شايفين. لما تضغط على الوالت راح تلاقي البطاقة اللي انت ربطها موجودة هنا. طبعا اول ارقام من البطاقة مغلقة، اخر 4 ارقام ظاهرة طبعا لدواعي امنية. هتروح ضاغط على رمز البطاقة، هتضغط هنا هتطلع عندك المربع هذا اللي موجود في الوسط اللي فيه كلمة confirm your card. مرة ثانية هفوت على الوالت على المحفظة، هلاقي البطاقة اللي انا ربطها موجودة هنا، هضغط عليها وبعدين هضغط على confirm your card. طبعا هتجيني هاي الصفحة انه هنا بيبال بقول لي انا بدي اعمل كونفيرم على هاي البطاقة، هاي اخر 4 ارقام من البطاقة، وهيتم ارسال كود تفعيل على بنك فلسطين من بيبال. هذا الكود بنك فلسطين راح يرسل لي اياه برسالة على الجوال مع خصم آخر. الخصم الثاني قدره 1.95 بمعنى تقريبا $2 على البطاقة، وبرضه الخصم هذا راح يكون ايش؟ راح يكون مسترد. طيب يا شباب هضغط على get a code هنا عشان احصل على الكود تبع التفعيل. طبعا يا شباب هنا بقول لي الكود يعني تم ارساله، هضغط على كلمة done. طبعا هتصلني الرسالة هذه على الجوال، طبعا بتفيد انه في صار خصم قيمته 1.95 طبعا من متجر بي او بيبال. وطبعا يا شباب هي قيمة الخصم، وهذا اخر 4 ارقام من البطاقة، وهي هنا الكود
كود التفعيل يا شباب. هذا الكود اللي انا بدي ادخله على البيبال. هذه الرسالة وصلتني وين؟ وصلتني على الجوال. هذه الرسالة وصلتني من وين؟ من بنك فلسطين فيها كود البيبال. هذا الكود انا بدي ادخله على البيبال عشان تكتمل عملية التفعيل. طبعا يا شباب هرجع على البيبال وهروح على صفحة الوالت مرة ثانية. هرجع على البيبال واروح على صفحة الوالت مرة ثانية وهضغط على رمز البطاقة. اذا انتبهتوا يا شباب ايش في جنب رمز البطاقة؟ علامة تعجب باللون البرتقالي، بمعنى انه انت طلبت كود التفعيل وبيبال بانتظار وضع كود التفعيل. الان حساب البيبال بانتظار انك انت تحط كود التفعيل. طبعا اي كود يا شباب؟ اللي وصلني برسالة على الجوال من بنك فلسطين. طبعا هعمل نسخ للكود شباب. الكود هذا بس بقدر ادخله 3 مرات، بمعنى اذا ما قبل الكود اول مرة او ثاني مرة او ثالث مرة بتم اغلاق حساب البيبال، لانه بيعتبر انه في شخص دخيل بيحاول يفوت على هذا الحساب. فعشان هيك انت انسخ الرقم بعناية وادخله طبعا في المكان المخصص. طبعا بعد ما نروح مرة ثانية على الوالت ونضغط على البطاقة تظهر عندنا هنا في المربع اللي هو الرابط اللي هو مكتوب فيه enter the code to confirm your card. هضغط على هذا الرابط. هضغط على هذا الرابط. طبعا هتظهر عندي هاي الصفحة اللي هدخل فيها الرقم الرباعي 4 ديجيت كود اللي هو وصلني يا شباب برسالة على الجوال. هدخل الرقم الرباعي وهضغط على كلمة confirm. وهيك يا شباب أنا بكون أنجزت موضوع البيبال بشكل كامل. ربطت في البطاقة البنكية وعملت تفعيل للبطاقة البنكية. طب يا شباب بعد ما فتحنا حساب البيبال خلينا نتصفح الحساب من الداخل. نشوف حساب بيبال يا شباب كيف بكون من الداخل. يا ابو حمزة الفيديو مسجل، بمعنى انه بتقدر انت ترجع في الفيديو واي خطوة يعني انت ما سمعتها بتقدر ترجع لها في الفيديو وبتحضرها من اول وجديد. فيش مشكلة يا استاذ حامد. احنا ايش حكينا؟ انك انت بتقدر الان تفتح حساب بيبال، ووقت ما تتوفر لك البطاقة بتروح على الخيار اللي هو ايش؟ لينك اكارد. بتختار هذا الخيار وبتدخل بيانات البطاقة. ما في اي مشكلة. افتح حساب بيبال وادخل البطاقة وقت او اربط البطاقة وقت ما تتوفر معك. طبعا يا شباب احنا قلنا الايميل اللي بتسجل فيه ممكن يكون هوت ميل، جيميل، ياهو، اي ايميل بتقدر تسجل فيه على حساب البيبال. طيب يا شباب خلينا نتصفح بيبال من الداخل. طبعا هاي واجهة بيبال يا شباب من الداخل. طبعا السمري او الملخص اللي هو الداشبورد او الصفحة الرئيسية تبعت البيبال عندك. طبعا هذا المبلغ اللي بيكون متاح لك. طبعا هذا مش رصيد البطاقة. رصيد البطاقة ما راح يظهر معك يا شباب على البيبال. رصيد البطاقة مرة ثانية ما راح يظهر معك على البيبال، لأنه في طلاب بيجوا بيقول لي طب أنا حاط فلوس مش ظاهرة عندي. لا، مش راح يظهر رصيد البطاقة. الرصيد اللي راح يظهر عندك هنا هو رصيد المدفوعات اللي انت تلقيتها من عملك من التجارة الإلكترونية. يعني انت لما تكون مدرج منتج ويجي واحد يشتري منك هذا المنتج، الفلوس راح تصلك وين؟ على حساب البيبال تبعك. طبعا هنا الرصيد زي ما انتم شايفين مكتوب بالشيكل وهنا بالدولار. ليش يا شباب؟ لانه انا مختار الدولة اسرائيل، فبالتالي بيعمل لي اللي هو عملية عرض للرصيد بالشيكل، ولكن عند تحويل هذا الرصيد ما راح يتحول بالشيكل، راح يتحول بالدولار فقط. هذه عرض لك لانك انت حاطط الدولة اسرائيل. وبتقدر طبعا انت تغير تخلي العملة الرئيسية هنا دولار، ولكن سواء انت عامل العملة هنا دولار ولا شيكل، لما تيجي تحول فلوس من البيبال على البطاقة راح يتم تحويل هاي الفلوس بعملة الدولار. طبعا يا شباب التحويل بصير من خيار الترانسفير فاوند. طبعا لو انت رحت على هذا الخيار او نزلت حتى كمان تطبيق بيبال عندك على الجوال،
من خلال الضغط على ترانسفير فاوند او من خلال تطبيق الجوال تضغط على الرقم نفسه المبلغ. بتظهر لك طبعا صفحه بيقول لك قد ايه الرصيد اللي انت بدك تحوله، بتحط الرصيد اللي انت بدك تحمله بدك تحوله على البطاقه تبعتك، بتضغط على اوكي، بالتالي بينتقل هاي الرصيد او هذا الرصيد من حساب البيبال للبطاقه البنكيه، وبالتالي بتقدر تسحب هذا الرصيد عبر الصراف الآلي. ولكن يا شباب بيبال اقل مبلغ بيقدر يحوله او اقل مبلغ بيحوله على البطاقه هو مبلغ $50. بمعنى لو انت عرضت منتج قيمته $10 واجتك عليه مبيعه، $10 هذه ما راح تقدر تحولها من بيبال على البطاقه، راح تنتظر لما يتراكم هذا المبلغ وتجي لك اكثر من مبيعه ويصير المبلغ من $50 فما فوق، وبالتالي بتقدر تعمل ترانسفير فاوند او تحويل هذا المبلغ على البطاقه البنكيه. وعمولة طبعا التحويل عمولة ثابتة لبيبال هي $5، سواء حولت $50 أو حولت 500 أو $1000، عمولة التحويل هي عمولة ثابتة قدرها $5. فعشان هيك يا شباب أنا بعتمد نظرية تراكم المبلغ عشان ما أشعرش بهاي العمولة. بمعنى مش كل ما توافر عندي $50 بعمل لها تحويل على البطاقة، لأنه لو عملت لها تحويل هيصل عند المبلغ 45، فبالتالي بنتظر لنهاية الشهر لما يصير عندي المبلغ مثلا $500 أو $600 أو $800 بحولهم مرة واحدة. بالتالي لما بيبال يأخذ العمولة الثابتة في التحويل هي $5 ما راح أشعر فيها. طبعا هذه الواجهة الرئيسية لحساب البيبال. لو رحنا على قائمة الاكتيفيتي أو قائمة نشاطاتي راح تلاقي فيها يا شباب مبيعاتك اللي انت عملتهم على المتجر اللي احنا راح ناخده طبعا في محاضرات قادمة. زي ما انتم شايفين اول شغلة هنا بيقول لي انت حولت على بطاقة الفيزا في 14 مارس مبلغ $200، وهنا بقول لي في 14 مارس انت اجتك مبيعه قيمتها $6. طبعا لو ضغطت على المبيعه نفسها يا شباب بتطلع لي قائمه منسدله فيها حاجه اسمها طباعه الفاتوره، تقدر تطبع فاتوره كامله. الفاتوره هذه بكون فيها المبلغ بالتفصيل، بكون فيها اسم المنتج اللي هو اشتراه، من اي متجر هو اشترى هذا المنتج، الكميه مثلا اشترى قطعه قطعتين ثلاثه، كل التفاصيل بتكون موجوده في الفاتوره تبعت المنتج. طبعا هنا زي ما انتم شايفين المبالغ اللي وصلتني بالموجب، بمعنى دخلت رصيدي هذا المبلغ اللي انا سحبته من البيبال او حولته على البطاقه هنا مكتوب بالسالب. هاي الاكتيفيتي او نشاطاتي. في هنا عندنا قائمه السند اند ريكويست اللي هي ارسال او طلب مدفوعات. طبعا لو انت ضغطت على هاي القائمه راح تلاقي فيها قائمتين سند اند ريكويست، بمعنى انك انت بتقدر ترسل مبلغ مالي لاي شخص عنده حساب بيبال، او بتقدر تطلب مبلغ مالي من اي شخص عنده حساب البيبال. ايش الشغلات اللي بتلزمني عشان ارسل واطلب؟ فقط ايميل الشخص، بمعنى انك انت ممكن انا اخذ ايميلك تبع البيبال احطه هنا، اضغط نيكست واحدد القيمه الماليه، وبالتالي بقدر ارسل لك مبلغ من حساب البيبال لحسابك البيبال. كذلك في عندنا اللي هي خاصيه الريكوست اللي هي طلب مبلغ. لو انا ضغطت على ريكوست وحطيت الايميل تبعك وحددت القيمه، هيك اتصلك رساله انه انا بطلب منك مبلغ معين، ورساله هذه فيها قبول او رفض. طبعا اذا انت ضغطت على قبول بتم استقطاع المبلغ اللي انا طالبه من حسابك وتحويله لحسابي. اذا انت حطيت رفض طبعا ما بيصير اي عمليه تحويل. ولكن طبعا يا شباب انا بنصحكم انكم تبعدوا عن موضوع اللي هي ارسال واستقبال حوالات ماليه من البيبال. ليش يا شباب؟ لانه بيبال في هاي الحاله ببطل يعرف ايش مصدر هاي الحوالات او ايش سبب هاي الحوالات، وبالتالي هذا الامر بيعجل من انه بيبال يطلب منك ارفاق وثيقه لحسابك. ولكن انت طول ما انت شغال على اي باي يا شباب، لان كنت شفتوا هنا بيبال في قائمه الاكتيفيتي بكون مطلع على تفاصيل عملك في التجاره الالكترونيه، وعارف انك بتتلقى هاي المبالغ. يعني هو عارف انك ماخذ $27 من ديفيد، وعارف انك ماخذ $102 من واحد اسمه جرهام، نظير انك بيع له منتج. فبالتالي هذا العمل ما راح يشكل اي خطوره على حسابك. ولكن اذا انت لجأت بشكل كبير للارسال واستقبال المدفوعات، هي مش ضد سياسه يا شباب بيبال، مش ضد سياسه بيبال انك تبعت او انك تطلب مبالغ،
ولكن هذا الامر راح يعجل من بيبل انه يقول لك تفضل ارسل لي صوره الوثيقه تبعتك اللي انت سجلت فيها. اذا انت سجلت في جواز السفر يقول لك تفضل ارسل لي صوره جواز السفر. اذا انت سجلت برخصه القياده يقول لك تفضل ارسل لي صوره الوثيقه. واحنا بدنا نجنب حالنا هذا الكلام، واحنا بدنا نشتغل فقط على التجاره الالكترونيه، ما بدنا نقعد نرسل ونستقبل حوالات بيننا وبين بعض. طيب يا شباب، طبعا لو جينا عند خيار الترس هنا او خيار الاعدادات زي ما انتم شايفين، انا بقدر اضيف بروفايل او صورتي الشخصيه. طبعا ما في داعي لها انك تضيف صورتك الشخصيه، ولكن هذا امر اوبشنال او اختياري بالنسبه لك. ممكن تضيف صورتك الشخصيه، تعمل اديت. طبعا هنا انت ممكن تعمل اديت على الاسم تبعك، ولكن ما بتقدر تغير كل الاسم. بيبل بيسمح لك فقط انك تعمل تغيير لحرفين من الاسم. يعني مثلا بدل الاي تحطها اي، او بدل الكيو تحطها كي، فقط لحرفين بيسمح لك تعمل تعديل. طبعا احنا ما بدنا نلجأ لتعديل خصوصا في بداية عملنا يا شباب، لانه زي ما قلت لكم في بداية العمل الحسابات هذه بتكون هشة، بتكون ضعيفة، من السهل جدا انه يتم اغلاقها. فبالتالي انا حطيت البيانات، ما في داعي اضلني اغير وابدل في هاي البيانات واكثر طلباتي على صفحة اعدادات بيبل. طبعا هنا اللغة بدك تخليها انجليزي، طبعا ما في اللغة العربية. الرقم هذا بيبل بيديك اياه، او هنا بتقدر تحدد اللي هو التاريخ حسب طبعا الدولة اللي انت محددها. طبعا الناشوناليتي هنا الجنسية ما بتقدر تغيرها، ما بتقدر تغير الناشوناليتي. الرقم هذا بيبل بيديك اياه من عنده عند فتح حساب. طبعا هنا اللي هي الوثيقة اللي انت سجلت فيها تقدر تعملها edit تعديل. بمعنى يا شباب انك انت لو انتهت رخصة القيادة وبدك تجددها، لما يجددوا لك اياها ممكن يطلعوا لك اياها، او هم في التجديد بيطلعوا لك رخصة القيادة وجواز سفر بارقام مختلفة، بتكون بتختلف عن الرقم القديم. فبالتالي من الاعدادات من الترس بتفوت على edit وبتعمل تعديل لرقم رخصة القيادة او لرقم جواز السفر. كذلك يا شباب اذا انت ضايف رخصة قيادة بتقدر تعمل اد للباسبورت في اي وقت انت بدك اياه، انك تضيف جواز السفر تبعك في اي وقت بتقدر تضيفه. طبعا هنا في عندنا البيانات اللي احنا سجلنا فيها، الادرس العنوان. بقدر يا شباب اعمل تعديل للعنوان باني اضغط على الزائد واضيف عنوان جديد، والعنوان الجديد اخليه برايمري، وبالتالي بقدر اعمل حذف للقديم. كذلك الايميل يا شباب بقدر اغيره من خلال اضافة ايميل جديد، من خلال الضغط على الزائد اضيف ايميل جديد واخليه برايمري، بالتالي الايميل القديم بصير ثانوي وبقدر احذفه. كذلك رقم الجوال بقدر اعمل له اديت، اعمل له تعديل واضيف رقم جوال جديد. طبعا يا شباب هذا بخصوص اعدادات بيبال من الداخل. في امر مهم دائما انا بحب الطلاب يعملوه، اللي هنا في قائمة السكيورتي او في قائمة الامان، انه يضيف حاجة اسمها ايش؟ سيكرت كويستشن او اسئلة سرية. هنا يعمل لها اديت ويضيف يا شباب سؤالين سرية. طبعا الاسئلة السرية هذه ممكن لو انت فقدت الباسورد تبع حساب البيبال تبعك وما قدرت تفوت على حسابك، ممكن من خلال السؤالين السريات هذولا انك تعمل استرجاع لكلمة المرور. طبعا الاسئلة السرية زي ما انتم عارفين، زي لما بتسجل في ايميل او بتسجل في اي موقع، بيكون طرح عليك أسئلة سرية، بتختار سؤالين، ما مثلا اسم صديق الطفولة، أفضل مدرس لديك، اسم ابنك الأكبر، أي يا شباب سؤالين بتختارهم وبتحط أجوبة على هدول الأسئلة. طبعا يا شباب الأجوبة أنت بتكون حافظها كويس على أساس لو في يوم من الأيام نسيت الباسورد تعمل استرجاع للباسورد من خلال الأسئلة السرية تبعت البيبال. طبعا يا شباب هذا فيما يتعلق بحساب البيبال. بتمنى طبعا انه الجميع يكون استفاد من محاضرة اليوم. بعتقد انه الامور واضحة واحنا طبقنا بشكل عملي وفتحنا حساب جديد زي ما انتم شايفين. الان زي ما حكيت لكم اللي معوش بطاقة بنكية بيقدر يفتح حساب على البيبال، بس طبعا بتمنى انه الجميع يكون دقيق اثناء ادخاله لهي البيانات. طبعا يا شباب حساب البيبال اذا سكر مش زي الايميل، يعني انك تروح خلص من نفس الجهاز وبنفس الآلية تفتح حساب تاني. طبعا يا شباب لو تم اغلاق الحسابات هذه بتكون في آلية مختلفة لانشاء حسابات جديدة.
فعشان هيك بنصح الجميع انه يشتغل زي ما اشتغلنا في الفيديو، ويطبق زي ما احنا طبقنا عشان نجنب حالنا لهي المشاكل. طبعا محاضرة اليوم انتهت. يعطيكم العافية يا شباب. الفيديو هذا هيضل مسجل على المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.